كان في النهارده خبر بيقول في بوابة الوفد، المرشد بيقول لا تصوموا استعدادا للمعركة الكبرى. بيقول الخبر نقلت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية عن صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين دعا أعضاء الجماعة إلى الامتناع عن الصيام في رمضان الحالي كي يحتفظوا بقوتهم في المعركة الكبرى القادمة لإرجاع مرسي. أضافت الصحيفة الإسرائيلية أن المرشد العام للجماعة أكد في تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر أن أعضاء الإخوان يعتبرون في حالة جهاد في سبيل الله، وقريبا سيدخلون معركة كبيرة لإعادة مرسي للحكم، لذلك بإمكانهم أن يكسروا صيامهم دون الإخلال بقواعد الدين الإسلامي الصحيح، مؤكدا أن الإسلام يسمح للمسلم بالإفطار في رمضان إذا للجهاد. ولم يكتفي بديع بذلك، بل قارن في تغريدة أخرى بين انقلاب العسكر على مرسي بحسب قوله بغزوة بدر التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد قريش في بداية ظهور الإسلام، وشدد على أن أعضاء الجماعة يستعدون لمعركة بدر الثانية في ذكرى غزوة بدر 26 يوليو، يعني 10 رمضان المقبل. يا دكتور، يا دكتور، بقى الجيش زي قريش وانت واللي معاك زي الرسول والصحابة؟ انت مصدق الكلام ده يا دكتور؟ انت مصدق الكلام ده؟ تبقى كارثة والله العظيم. يفطروا ايه يا دكتور؟ يفطروا ايه يا دكتور؟ جهاد مع مين ضد مين؟ يعني مجموعة مصرية مسلمة هتجاهد ضد مجموعة مصرية مسلمة يا دكتور، وتقول لي يجوز ان هم يفطروا في رمضان عشان الجهاد؟ جهاد من اجل مين؟ من اجل المرشد؟ جهاد من اجل الجماعة؟ جهاد من اجل التنظيم؟ جهاد من اجل مرسي واللي حواليه؟ هل الجهاد من اجل الاشخاص يتيح للمسلم انه يفطر في رمضان يا دكتور؟ انتوا بتطوعوا الدين لمزاجكم واهدافكم واهوائكم الشخصية. حصلت مرة ان حد فطر عشان حد؟ ده ربنا عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام لله عز وجل، وبالتالي الإفطار لا يكون إلا لله عز وجل. وربنا بين الأمور اللي الإنسان يفطر فيها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ده حتى الرسول والصحابة في غزوة بدر ما فطروش، ده حتى المصريين في 10 رمضان ما فطروش، وكانوا بيحاربوا إسرائيل. المصريين المسلمين في حرب أكتوبر 10 من رمضان حاربوا، ومعظمهم صايم، وكانوا بيحاربوا مين؟ بيحاربوا إسرائيل. انت عاوز اللي معاك المصريين اللي هيحاربوا مصريين من وجهة نظرك يفطروا في رمضان يا دكتور؟ ده دين يا دكتور؟ ساعات الواحد بيبقى مش عايز يتكلم، بس خايف اغلط، عشان برضو احنا في الاخر محترمين، عايزين نحافظ على احترامنا للناس.